2016 بالنسبه للوظيفه موجه حاسب آلي بالتربيه والتعليم ومدرب معتمد بالاكاديميه المهنيه للمعلمين. طبعا انا جايه لحضراتكم بحيث ان انا اقدم نفسي لحضراتكم وبقدم برنامجي برضه. بالنسبه للنشاط السياسي بتاعي انا عضو نقابه المعلمين بالغربيه، ثم اصبحت عضو بالنقابه العامه بالقاهره، نقابه المعلمين بالقاهره، ومنسق تحالف 25/30 ماسكه المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر والاستاذ مصطفى الجندي، ماسك اتحاد النقابات المهنيه هنا بالغربيه. كان هدف الاتحاد وكان هدف التحالف حاجه معينه، هو ضخ دماء جديده داخل الحياه السياسيه وتغيير الوجوه القديمه. لاننا كان بالنسبه للبرلمان الجديد هم شايفين او هدف التحالف شايف ان هي فرصه كويسه جدا للشباب والعمال والنساء وكل فئات المجتمع ان هو يمثل داخله، يمثل نفسه داخل البرلمان المرحله اللي جايه. ليه؟ لان الرئيس مش منتمي لحزب معين وبيقول ان ده حزب الدوله زي ما بيقولوا، او المرشح الفلاني حزب الدوله مثلا. كذلك ما فيش انتماءات او تكتلات لجماعات معينه، فكل ال 39 مرشح تقريبا شبه بعض. ما علينا ان احنا نختار من يمثلنا بجد، وطبعا الاختيار عشان الاختيار يكون جيد او يكون واضح طبعا هو صعب، لان عدد المرشحين كمان كبير. احنا عددنا 39 مرشح، عشان ال 39 مرشح يعرضوا عليكم انفسهم وتقتنعوا بيهم دي عملية صعبة جدا ومرهقة، وممكن ما تقدروش برضو تتوصلوا لمن هو يمثلكم بجد. فلذلك احنا كان لازم يبقى احنا لينا افكار جيدة عشان نقدر نوصل لكم، لان بجد انتوا تستحقوا ذلك، يعني ان احنا نقدر نوصل افكارنا ليكم. انا حاولت من 2013 ان انا اتواصل مع بعض الفئات العمرية المختلفة، زي مثلا فئة الشباب وبعض الذين يتعاملون مع الانترنت والفيس، فبدأت اعرض المشاكل المجتمع من خلال مواقع لي عن طريق الفيس وعن طريق سبل التواصل الاجتماعي. هي وصلت لفئات معينة بس ما وصلتش بصراحة للكل، فكان لازم اسلوب جديد ورؤية جديدة لعملية التواصل. ده طبعا مش متاح للفترة اللي فاتت. انتوا عارفين ان الانتخابات احنا مقدمين من شهر يناير تقريبا، لكن الانتخابات رجعت واتأجلت، فبرضه كانت دي عائق بالنسبة لنا ان احنا ما نقدرش نعرض نفسنا. عرضنا نفسنا، حاولنا، بس ما كانش متاح للاحتكاك المباشر مع المجتمع، وده كان مهم. فطبعا عشان اوصل الصورة بتاعتي ليكم كان لازم الف على الكافيهات والكوفي شوب، بحيث ان انا التجمعات نفسها اقدر اوصل لها. حتى المصالح الحكومية انا بحاول اوصل لها برضه، بحيث ان انا اتكلم مع الناس ويعرفوا البرنامج بتاعي ويقدروا يتواصلوا معايا. انا عارفة ان في مرشحين كتير ممكن يكونوا مروا عليكم، بس انا الحقيقة انا ليا رسالة معينة بحب اوصلها للناس، ان المرشحين اللي احنا هنختارهم هم المفروض 3 يجب ان يكونوا يمثلونا فعلا، يعني حاسين بمشاكلنا وحاسين بالمشاكل اللي احنا عايشين فيها. كل مشاكل بطالة عايشين معانا على الارض، مش هابطين علينا من فوق عشان ياخدوا اصواتنا ويمشوا. لا، احنا عايزين اللي يمثلنا بجد، اللي يحس بمعاناتنا بجد، يحس بابنائنا، يحس بمشاكلنا، يحس بامهاتنا، يحس بفتياتنا، يحس بينا ويوصل رسالتنا للبرلمان. لان بصراحة الفترات الجاية احنا كفانا بقى مظاهرات وكفانا احتجاجات هو السبيل ان انا امثل شخص يقدر يوصل الصورة اللي انا عايزها داخل البرلمان، ويوم ما يكون عندي مشكلة الاقيه يقدر يخش ويطالب بالمشكلة دي، بما انه هيبقى عنده حصانة بشرف اصواتكم ليه، صح؟ فعشان خاطري او انا بمر عشان الرسالة دي بس، انا ما بقولكمش اختاروا مروة دياب ولا كافيه معين رحت قلت اختاروا مروة، بس انا بوصل رسالة. احنا ال3 مرشحين لازم يمثلوا فئات المجتمع، لان فئات المجتمع او احنا لازم لازم نختار فعلا اللي يمثل، اللي يحس بمشاكلنا، اللي تتكلم معاه وتحس ان هو ممكن يتواصل معاك بعد كده ويقدر يوصل رسالتك بجرأة وبإقدام وبحماس
كل ده انت ممكن تحس بالمرشح ان هو داخل لمصلحته ولا لمصلحتك، داخل لمصلحه شخصيه او شو اعلامي، او انت هتحس بيه. وانا عارفه ان الشعب الطنطاوي والشعب المصري عامه بيفهم الشخص من عينيه. يعني انا لما بتكلم مع واحد بعرف الشخص ده الشخص ده ممكن يكون شخص امين معايا او هيقدر يخدمني ولا لا. متهيألي كلنا كده بنتفهم من العينين تقريبا، لان احنا بطبيعتنا طبيعه حتى لو حبينا يبقى فيه شويه لون بس احنا بنظهر من عينينا. يعني إيه طبيعتنا بتظهر. فبالتالي انت هتقدر تقيم المرشحين وهتقدر تقيم، يعني حتى اقل واجب على المرشح ان هو يجي ويمر على الناس ويكلمهم، ده اقل واجب. بما في بعد ذلك المفروض يبقى في وسيله تواصل مع المرشح بحيث ان هو يبقى ليه رؤيه في حل المشاكل. ده برضه تاني. فانت متهيألي يمر عليك مرشحين كتير، هل انتوا رؤيتكم ان في مرشحين تقدر تتجاوب معاك او نازلين لمصلحتهم او نازلين لمصلحه خاصه بيهم؟ كل ده هيتوضح ليك، كل ده هيتوضح لحضراتكم. واعتقد ان انتوا ان شاء الله توصلوا للثلاث المرشحين اللي هيرفعوا راسنا ان شاء الله ده جوه البرلمان، وهيمثلونا وهيمثلوا مشاكلنا وهيعرضوها بحياديه وهيعرضوها بجراءه ان شاء الله داخل البرلمان. ده بالنسبه للكلام عامه، الرساله اللي انا عايزه اوصلها بمروري ليكم. بالنسبه للبرنامج الانتخابي لو انتوا عايزين تسمعوا في حاجه بقى ثانيه، انتوا حابين تسمعوا البرنامج اوكي ماشي نعرض البرنامج. حابين انتوا تعرضوا اسئلتكم انا برضه مستعده لاي سؤال من حضراتكم. انتوا تحبوا ايه حضراتكم؟ حد طبعا. طيب البرنامج الانتخابي بتاعي الصراحه عشان برضه ما اطولش عليكم هو تقريبا انا بختصره في 3 نقاط بسيطه يعني. اولا البطاله، ثانيا التعليم وبالذات التعليم الصناعي والتعليم الزراعي قانون التأمينات صاحب العمل اللي ملوش حقوق خالص، حقوق معدومه. صاحب العمل حقوق معدومه، انا صاحب عمل المكنه بطريقه صوابعي، انا راجل صاحب عمل ما خدتش حاجه من الدوله، ما خدتش حاجه. قانون التأمينات والتضامن الاجتماعي والشؤون الاجتماعيه. انت كمان رحت التأمينات، موظفه التأمينات قالت لي صاحب العمل لو مات تحت المكنه ملوش ديه. قلت كده قلت كده. كل دي قوانين المفروض يبقى يتم رؤيتها او التضامن. انا برضه بمر على سيدات، لا هو فعلا مشكلته معروضه وفي كتير من المشاكل دي. يعني في مشاكل العشوائيات انا برضو ما كنتش ملمه بيها، من مجرد الناس لقيت في مثلا منطقه زي منطقه كندلين منطقه عشوائيه والبيوت فيها تقريبا مهدمه، الناس عايشه في الشارع تقريبا. المطر اللي فات عمل كوارث هناك، يعني الناس اللي ساكنين البيوت خرت عليهم الميه وتغرق كل العفش بتاعهم ومطلعينه بره عشان بس يهول العفش بتاعهم. فدي برضو مشكله كبيره. المشكله ديت انا امبارح كنت في السلخانه، كنت برضو في كافيه، فلقيت واحد بيكلمني عليها قال لي لو انت تقدري تحلها لنا انا هنتخبط. فبصراحة قلت له انا حاليا ما فيش في ايدي سلطة ان انا احلها لك، يعني عشان برضه اجيب له من الاخر، لكن انا ممكن استفسر، يعني انا ممكن اسأل واشوف ايه المشكلة، يعني ممكن بعد كده اقدر اعمل حاجة. ففعلا رحت المحافظة النهاردة وسألت، قالوا لي المشروع توقف من 2010، هو كان نازل ايام 2010. وفي مناطق عشوائية في طنطا كتير زي منطقة كندلين كده ومنطقة دال الحدادين، دي المناطق دي فعلا عشوائيات ومحتاجة تغيير. لكن المشكلة ان بعد اللي حصل في 2011 كان في 150 وحدة محددة للناس ديت تتنقل فيها كعشوائيات ويتم بناء مساكنهم، وبعد ما يتم البناء يرجعوا تاني للمساكن. حصل ان ال 150 ديت مع حدوث ثورة 2011 وتدفق الناس على المحافظة وعمل ازمات ومظاهرات، ادوا ال 150 دولت للشباب، للناس البلطجية، للناس اللي كانوا عايزين يحرقوا، المهم اتوزعت خلصت يعني. فبقت في مشكلة ان المشروع وقف. فدلوقتي المشروع شغال بس برضه الروتين بتاعنا هو اللي عليه عامل كبير. يعني في نظام التخطيط عمالين يعملوا في التخطيط وعاملين مشاكل فيه، موقفينه 6 شهور مش عارفين يحددوا المساحات. فدي كانت مشكله فعلا تعرضت لها. في
سيدات في قانون التضامن الاجتماعي والشؤون الاجتماعيه كانت السيدات بتاخد 400 جنيه. بدأ المعاش ده يقل ل 150 او 250 تقريبا. ايه الاسباب؟ ان القانون اختلف، القانون بتاعهم اختلف في خلال الفترة الزمنية دي. طب ليه اختلف يا جماعة؟ قالوا لي طلعت قوانين عشان يقللوا من المعاشات، لان في ناس كتيرة كانت بتجيب مثلا عجز فبتاخد 400 جنيه. طب ال 400 جنيه دول يعملوا ما بيعملوش حاجة اصلا، طب تقللوهم؟ قالوا لانه بيرجع تاني بيعمل له كشف فبيلاقي نسبة العجز مثلا قلت بقت 50%. طب نسبة العجز دي 50%، ده يبقى قاعد في بيته مش قادر اصلا، اللي صحته كويسة بينزل يشتغل بالعافية. فقالوا لا، اللي عنده نسبة 50% بيقل المعاش وممكن يتشال منه المعاش تقريبا، يعني بيتشال تقريبا اللي اقل من 50%. فدي كلها مشاكل احنا بنعاني منها، وانا من خلال يعني ان انا بلف على الناس لقيتها فعلا وتجاوبت معاها وشفت يعني كلها قوانين وكلها برضو فساد. يعني ما هو نظام التخطيط مثلا في المحافظة اللي معطل المشروع عنده بتاع العشوائيات 6 شهور من شهر 5 وهو بيعمل تخطيط، لان هو فاشل والناس اللي جوه مش عارفين يعملوا تخطيط. وده فعلا اللي اتقال لي من مدير العشوائيات، ان هم الناس اللي جوه مش عارفين يعملوا تخطيط، ما عندهمش الكفاءة. فانا لازم اما احط في المنصب ده شخص لازم يكون كفء بما يمثل ان هو ينجز لي العمل، مش انا ادوخ على العمل عشان هو اتعين في مكان مش مناسب له. ده برضو عليه محاسبة. برضو هدفنا قانون المحليات. قانون المحليات من القوانين اللي هتتناقش في مجلس الشعب. انا بناشد او لازم يبقى قانون المحليات، عضو المحليات مش هيبقى صورة او وجه، لازم يبقى في ايده حصانة زي حصانة عضو مجلس الشعب. لازم يسائل محافظ، يسائل رئيس حي، يسائل مقاول عمل مثلا رسم طريق من غير ما يقعد مع ري ومرافق من غير ما يقعد مع تليفونات ومرافق وميه. كل ده لازم يكون في تخطيط كده اهدار للمال. كل ده لازم يتناقش، كل ده من ضمن البرنامج بتاعي. يبقى انا بالنسبه للبرنامج بتاعي دعم المشروعات الصغيره، دعم التعليم الصناعي، التعليم الصناعي لازم يدعم، او التعليم الفني عامه، في الايجارات برضه، زائد قانون المحليات. قانون المحليات ده بالنسبة لصورة مختصرة. وطبعا احنا كمحافظة مغلقة، عشان نطلع من ان احنا محافظة مغلقة ومفيش اماكن نبني عليها مساكن للشباب ومساكن للعشوائيات، كل ده شغل محافظة. المحافظة مش عارفة تعمل كده لان مفيش اراضي دولة، ما عندناش ظهير صحراوي، فلازم نسترد منطقة قم حياتها، لان ده السبيل الوحيد لينا ان احنا نعمل ظهير صحراوي لينا. فنعمل مناطق صناعية نعمل فيها مصانع، ونعمل مناطق مساكن للشباب، مساكن للعشوائيات، لان اي محافظة المفروض اي حد بيحصل له مصيبة في منزله المحافظة مسؤولة ان هي تاخده وتسكنه في مساكن للإيواء. دي مسؤولية المحافظة. الناس دي بتقعد في الشارع وما بتسألش حد وما حدش بيسأل عنها. كل دي مشاكل عندنا، يا ريت نقدر نتوصل ليها ونحلها. طبعا انا عارفه ان انا طولت عليكم واتمنى من الله ان انا انول ثقتكم. ودعوه اخيره تاني مره ان ال3 مقاعد يا ريت يمثلونا بجد، ويمثلونا بحيث ان هم يوصلوا رسالتنا احنا، مشاكلنا احنا، مش استثمارات فيهم او حاجه خاصه بيهم. احنا عايزين يمثلنا يحس بينا ويوصل مشاكلنا. واتمنى من الله ان انا انول ثقتكم. والسلام عليكم. ولو في حد عنده سؤال انا مستعده لاي سؤال. شكرا لحضراتكم. شكرا.